السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اللي وحشوني وحشتوني وحشتوني وحشتوني. والله العظيم وحشتوني. بحبكم في الله. بداية كده يا حبايب قلبي، اللي ما يعرفنيش وأول مرة يسمعني أو أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا لمسة وست بيت شاطرة أختكم في الله. آه تابعوني واعملوا لي اشتراك، انا بترجاكم اجبروا بخاطري وادعموني. ادخلوا اعملوا لي اشتراك للقناه بتاعتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واجبروا بخاطري في الايام المفترجه دي يا حبايب قلبي. ربنا يا رب يجبر بخاطركم يا رب. بدايه كده يا حبايب قلبي، نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. والله العظيم بحبكم بحبكم بحبكم. يا رب ما يحرمني منكم ابدا يا رب. المهم يا حبايب قلبي، النهارده انا عملت ايه؟ عملت الروتين بتاعي او الفطار بتاعي النهارده. انا عملت سمبوسه، الولاد كانوا حابين يعملوا عايزين ياكلوا سمبوسه يعني. فانا بعرفك يا حبيبه قلبي، جبت السمبوسه عادي وعصقت اللحمه بصلايه، بس بشرت عليها جزرايه كده وقرن فلفل والتوابل بتاعتي ملح وفلفل اسمر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسبع بهارات، وقمت حطاهم على بعض واتعصجهم، وبعد ما اتعصجوا سبتهم يبردوا شويه، وجبت السمبوسه بتاعتي وجهزت الجبنه الموتزاريلا بتاعتي طبعا. وعملت السمبوسه زي ما انتم شايفين كده يا بنات. عملها سهله جدا جدا، اللي بتقلق من عمل السمبوسه انا بقول لك ما تقلقيش. انا بقول لك ما تقلقيش خالص، لان عملها اسهل ما يمكن. امشي معايا زي الخطوات بالظبط وانت هتعرفي بتتعمل ازاي. شايفه المنظر، شايفه الجمال. عمرها في حياتها ما تفك منك ابدا. وبصي يا جميله، انت حبيبه قلبي، لو حسيتي انها بتفك منك وما انتش عارفه تتحكمي فيها، معلقه دقيق على معلقه ميه ودوبيهم في بعض، وبفرشه كده وادهني. لو انت عارفه، لو انت ما انتش عارفه تقفليها او تقفليها بطرف طرف السمبوسه كده، بيعملي بالفرشه بالعجين، هتمسك معاكي على طول. هي السمبوسه ايامها عجين، هتقوم ماسكه معاكي على طول وهتبقى قافله برضو ومش هتتفتح برضو، عشان انت ما تقلقيش. انت شايفه المنظر يا بنات؟ انت شايفه انا اصلا عملتها ازاي؟ سهله وسريعه وما فيهاش اي افتكاسه ولا فيها اي حاجه. وصدقيني، وهتحطها في الزيت وعمرها ما تفك منك ولا اي حاجه. ما شاء الله، جميلة جميلة جميلة. طبعا يا بنات انا هخلص الكمية بتاعتي كلها طبعا وهوريكم. شفت انا عملتها ازاي. دي تالت واحدة انا بوريها لك كمان اهي، علشان برضو تشوفي انا عملتها ازاي. انا هحشي المرة دي جبنة. انا بحشي جبنة وزيتون، وحاجة تانية بحشيها لحمة مفرومة وجبنة، لان انا عندي بنتي بتحب السمبوسة بتاع الجبنة اللي محشيه الجبنه، بس انا بضيف لها عليها زيتون عشان تعرف تاكلها. تمام كده يا بنات. والله العظيم حشيها سهل وسريع وما فيهوش اي افتكاسه ولا فيها اي حاجه. فانا عملت حاجه، مثلا حطيت لحمه مفرومه وجبنه برضو. وفي عندي ابني مش بيحب الجبنه الموتزاريلا خالص، فانا عملت له سمبوسه محشيه لحمه مفرومه بس. يعني انا عامله دلوقتي محشيه لحمه مفرومه بس، وفي محشيه لحمه مفرومه وجبنه موتزاريلا، وفي محشي جبنه بالزيتون. المهم احنا بنحب بس بنراضي كل الاطراف عشان ما نزعلش حد مننا. وربنا يا رب يبارك لنا في اولادنا ويبارك لكم في اولادكم يا رب، ويفرحكم ويفرحنا باولادنا جميعا يا رب. وربنا يجعله شهر مفترج علينا وشهر خير وبركه وراحه بال علينا وعليكم يا حبايب قلبي. يا حبيبه قلبي، يا ست الكل، يا ست الناس، يا حبيبتي. انا مش عايزاكي تحتاري طول ما انت معايا. وصدقيني كل يوم انا عارفه، انا والله العظيم بحتار، انا نفسي بحتار. تعالي لي بقى، انا عملت السمبوسه وقلت هعمل حواوشي. ماشي، اظن دي بقى يعني اكله مكتفيه. تلقيت واحد طالع لي في النص كده، انا عايز مكرونه باللحمه المفرومه. يا نهار ابيض! نعمل ايه بقى؟ هتعملي ايه يا ست لمسه؟ لا لازم بقى نرضي، يعني احنا مش هنزعل حد بقى، احنا صايمين ومحدش، ما ينفعش حد ما ياكلش. المهم قلت الله المستعان. علقتها على ميه على النار، وحطيتها فيها شويه ملح، ونزلت بشويه المكرونه بتاعتي. ما كترتش طبعا عشان دي كانت لفرد واحد، ما كنتش مكتره، لان انا كنت عامله حواوشي وكنت عامله سمبوسه والاكل ما شاء الله كان كتير. فانتوا عارفين بقى رمضان ما فيش اكل وكده، هو يا دوبك بيشربوا العصير وما فيش ما حدش بياكل قد كده. المهم طبعا يا بنات ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. سلقت المكرونه زي ما انتم شايفين، وجهزت التقليه بتاعتي، وسبت شويه لحمه مفرومه من باقي الحشو بتاع السمبوسه، ونزلت بهم شويه على المكرونه وقلبتهم في بعضهم. المكرونه تاخد طعم اللحمه المفرومه كده، وتتقلب في قلب الصلصه.
طبعا كان عليها البهارات بتاعتها. بصراحة كانت تحفة يا بنات، تحفة تحفة تحفة. والأكلة دي أصلا المكرونة باللحمة المفرومة دي مكتفية كده لوحدها، أكلة مشبعة لوحدها وكاملة متكاملة. يعني مش عايزة أي حاجة معاها خالص بصراحة. بصراحة كانت جميلة جدا جدا وكانت سخنة وكانت طعمها جميل. أنا طبعا عارفة إن المكرونة اللحمة المفرومة قليلة، بس عندي ما هاجي هغرف هضيف كمان مكرونة على طبق الغرف بتاعي علشان اللحمة تبقى موجودة يعني بزيادة. المهم اللهم صل على النبي، شوفي المكرونه مفلفله وجميله، وبصراحه كانت ريحتها جميله وشربت من طعم اللحمه المفرومه، بجد كانت جميله جدا وبالف هنا وشفا. نيجي بقى للجانب الاخر اللي هو بتاع الحواوشي. طبعا أنا الحواوشي ده يا بنات انا كنت مفرزاه معاكم وشايلاه في الفريزر علشان يوم زي كده مثلا يبقى جاهز. اللحمه المفرومه عاديه خالص، بتحطي بصل وفلفل وخضره محشي اللي هي الكزبره او شبت او بقدونس، وتحطي البهارات بتاعه الحواوشي بتاعتك وفلفل اسمر وملح، وتتبلي الدنيا دي، وبتجيبي العيش ده جاهز من عند المخبز يا بنات زي ما انا قايله لكم من اي مخبز، وبيجي جاهز اسمه عيش حواوشي جاهز خالص. والمهم انا حشيته حطيته في الاكياس وسبته دعينته في الفريزر لاي وقت بطلعه بيهدى لوحده كده وبيفك طبعا من التلج. وبعد كده على صاجه زي ما انتم شايفين كده، وبدهنها زيت، وبدهن القعر بتاعه زيت طبعا، والوش بتاعه زيت، وبدخله الفرن او بتعملي على البوتاجاز برضو بيبقى جميل. المهم انا هنا كنت دخلته في الفرن يا بنات علشان كان الوقت كان ضيق جدا، واضطريت ان انا ادخله على الفرن في الفرن. المهم هنا نزلت في الفرن بتاعي، ولعته، وشفت طبعا ولعت من تحت الاول علشان انا مش عايزاه ان هو يتلهف مني وما يستويش. انا طبعا هنا حطيته، اوعي تعلي عليه يا بنات علشان ممكن يتحرق منك ويكون اللحمه من جوه نيه وهتبقى طعمها مش حلو ومش هتبقى طعمه. المهم هنا يا بنات كان القعر بتاعه احمر وكان استوى. طبعا انا طفيت من تحت خالص تماما، وبعدين عليت شويه من فوق علشان وشه يحمر. انا هنا كنت بوريكي ان القعر بتاعه عامل ازاي والوش بتاعه عامل ازاي، والوش بتاعه ناشف وكان جميل بصراحة، كان تحفة 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 وطعمه جميل. بس انا بصراحة يا بنات انا والله ما اكذبش عليكم، انا ما بحبش والله الحواوشي ده خالص، مش عارفة ما بحبوش خالص. المهم الله المستعان. طبعا قلت اجهز الطحينة بقى، طبعا مع حواوشي يعني طحينة يعني وسمبوسة يعني طحينة طبعا. فالمهم يا بنات الطحينة طبعا عملتها معاكم قبل كده كتير، صدقيني جربيها من غير زبادي، اسمعي كلامي وانت مش هتندمي، وصدقيني هتلاقي طعم مختلف جدا جدا جدا. سيبك من موضوع الزبادي ده، انا مش بحب بصراحة اضيف عليها الزبادي ده خالص، مش بحس ان هي طحينة خالص. المهم انا هنا جبت الكمية اللي انا عايزاها من الطحينة، وهنا ضفت كمون وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة وشوية ملح وشوية ومعلقة خل وليمونة وعصرتها، ونص كوباية مية صغيرة أو فنجان مية صغير على قد المقدار اللي انت عايزاها. طبعا أنا مش عايزاها سايلة، أنا عايزاها متماسكة شوية، فأنا بحط مية على قد انت بتنزلي بالمية زي ما انت عايزة. أهم حاجة ما تخليهاش سايلة معاكي خالص، تبقى مية كده ما تعرفيش تاكليها، لا بتبقى اللي هي قوام اللي هو متماسك شوية مش سايل، علشان تعرفي تاكلي وتفضلي تقلبي فيها لحد ما تجيب البياض الجميل اللي معاكي ده، بتبيضي معاكي كده وبتبقى جميلة وبتبقى سهلة وسريعة جدا. ولا الطعم بقى يا بنات بتبقى طعمها حكاية حكاية، مش عايزة اقولك ان الطحينة اتاكلت قبل الحواوشي وقبل السمبوسة وقبل اي حاجة. شايفة القوام يا بنات؟ شايفة؟ انت عايزة تخففيها برضو شوية برضو براحتك، بس انا ما اعتقدش ان هي اما بتبقى سايلة زيادة عن اللزوم بتبقى حلوة. المهم انا عملت هنا طبقين لان هي اما بتفضل بتنشف. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين يا بنات هنا جيت بقى طبعا خلاص ما عادش على 10 دقايق ولا ربع ساعة على على الأذان أما يأذن. فأنا طبعا جبت زيت زي ما انتم شايفين كده يا بنات، مليت الطاسة زيت وحطيت بتكتري الزيت شوية، بس مش بتقدحي الزيت قوي علشان انت ما تحطي السمبوسة ما تتحرقش منك بسهولة. المهم نزلت بقى، انا طبعا عارفه ان انا عملت الجبنه لوحده والمفروم لوحده عشان ابقى انا عارفه انا بعمل ايه. طبعا انا هنا بعد ما على فكره السمبوسه ما بتاخدش وقت في التحمير يا بنات، يا دوبك بتحطيها بتحمر خلاص على طول، ما يعني مش تحطها وتلفي حواليها مثلا، لا انت بتقفي لها
ما هيش بطاطس مثلا او كده، انت واخده بالك، لان هي ما بتاخدش وقت خالص في التحمير خالص. عند ما الزيت بيسخن معاكي هي بتحمر، بتاخد اللون، واوريدي ان هي بتبقى اللحمه من جوه مستويه، فمش بتاخد وقت ان انت مثلا عايزه تهدي عليها علشان اللحمه من جوه تستوي. لا، انت مسوياها اصلا ومعصجه اللحمه بتاعتك جاهزه، فانت يا دوبك بتلفي السمبوسه، بتاخد منك لون وبس. على كده ما تغمقهاش عشان بتنشف وبتبقى مش حلوه. المهم انا طبعا طلعت ده دور، وحطيت كمان دور يا بنات. انا كان معايا طبعا كل السمبوسه اللي محشيه، فانا بس صورت اول دور وانا بعمله معاكم. وبعد كده جهزت الاكل طبعا زي ما انتم شايفين. انا هنا غرفت المكرونه بتاعتي وحطيت عليها اللحمه المفرومه من فوق، وحطيت كاتشب وعملت سلطه. وده عصير برتقان يا بنات فريش جاهز، وطبعا خس ومخلل زيتون، وطبعا الحواوشي بتاعي القمر اللي كان جميل بصراحه، وكان طعمه زي العسل. وبألف هنا وشفا يا بنات والله. والأكل كان جميل وتحفة، ومش عايزة أقول لك والله العظيم الناس ما بتاكلش أصلا. طبعا كنت عاملة طبق بطاطس شيبسي كده محمراه جنب الأكل برضو للي عايز. وحياة ربنا والأكل فاض، والله المستعان. وطبعا اللهم لك الحمد عملنا حساب برضو في حد يعني الحمد لله بنجبر بخاطرهم برضو بقدر المستطاع. وانت يا بنات انت مش هيخص عليكي اي حاجة اما تعملي حساب واحد او واحدة انت عارفاها اجبري بخاطرها في رمضان دي، انت هتاخدي الاجر والثواب والله. وربنا هيزيدك من فضله ومن نعيمه. وربنا يا رب يرضينا ويرضيكم جميعا. وحبايب قلبي انا اتمنى ان انا ما اكونش تقيله على قلبكم وما اكونش طولت عليكم. بحبكم في الله، وربنا يا رب يخليكم لي يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. والنهارده الاكله كانت جميله وسهله وسريعه وما خدتش وقت والله. وكل يوم حيره، وربنا يعينك يا حبيبه قلبي على حياتك وعلى دنيتك وعلى اولادك. ويرزق يا رب كل مشتاق، ويرزقنا يا رب زيارة بيتك الجميل ده. وربنا يرضيكم ويرضينا يا رب جميعا يا رب، ويرحمنا برحمته الواسعة، ويرحم أمي ويغفر لها يا رب. وأشوفكم على خير يا حبايب قلبي، وهتوحشوني هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. بحبكم في الله، وربنا يخليكم لي يا رب وما يحرمنيش منكم أبدا. أهم حاجة يا بنات ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناة بتاعتي المتواضعة، وتصلوا على النبي طبعا. وما تحرمونيش من اللايك بتاعكم، وما تحرمونيش من كومنت حلو او كلمة حلوة او دعوة حلوة. بجد انا محتاجة دعمكم كتير، انا محتاجة انكم تقفوا جنبي وتساعدوني وتساندوني. طبعا مساندتكم دي او متابعتكم دي شرف لي على دماغي والله من فوق. وبحبكم في الله، وهتوحشوني هتوحشوني لحد الفيديو الجاي. ومع ألف ألف سلامة يا حبايب قلبي، وأشوفكم على خير يا رب. وربنا يا رب ما يحرمنيش منكم أبدا، ولا أشوف أي حد يا رب تعبان في أي حاجة، ولا يا ربنا يا رب ربنا يجازي كل واحد على كل حاجة بيعملها حلوة. مع ألف سلامة يا حبايب.